السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مع بعض هنعمل شوية البسكوت الحلوين، تقولي بسكوت، تقولي سابليه، تقولي بتفور. المهم من غير أي تعقيدات هنعمل معاكم الحاجات الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. معايا كوباية إلا ربع من ايه، من السمنة. سمنة بقى نباتي، سمنة بلدي، براحتك. أنا عاملاه بالسمنة. كوباية إلا ربع زي ما انتوا شايفين من السمنة. عل- عليها برضو حوالي كوباية وربع من السكر المطحون، أنا طحناه في البيت عادي. وتضربي بقى، تضربي بإيدك زي ما كنا بنعمل زمان، أهلنا بيعملوا زمان. تضربي بالمضرب السلك بالكهرباء، عندك عجان كله بيمشي. أنا ضربته بالمضرب الكهرباء زي ما انتوا شايفين لغاية ما لونه اتغير كده. هنزل بقى، أنا حاطة كوباية إلا ربع من السمنة، أزود عليها ربع كمان كوباية من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. وعلى فكرة ممكن تعمليه كوباية زيت كاملة عادي، بيبقى مقرمش وجميل. احنا حاطين بقى سمنة وزيت، هيبقى طري من جوه ومقرمش من بره. معايا بيضتين صغيرين، بيضتين بلدي. انا عموما ما بحبش البيض، فانا هحط بيضه واحده، هكتفي ببيضه واحده. انا دلوقتي ضربت البيضه، معلش عشان انا بصور بايد وبشتغل بالايد التانية. حطيت البيضه وضربتها واختفت، وحطيت عليها ظرف فانيليا. انا استعملت بيضه واحده، وممكن تستغنى عن البيضه كمان وتحطي حوالي ربع كوبايه من الحليب لو انت عايزاه، او ممكن تستغنى عنها برضه. نزلت بالدقيق بتاعي، انا حاطه جنبي نص كيلو من الدقيق، هشوف هياخد مني قد ايه. اخد حوالي 3 كوبايات دقيق مني، لان الاربع كوبايات تقريبا كانوا نص ايه، نص كيلو، او الاربعه الا ربع. انا مش عامله بالمقادير ولا انا عامله بالكوبايه عادي، ولا بالجرام ولا حاجه. وحطيت كمان نص معلقه بودر زي ما انتوا شايفين. العجينه بتبان في ايديكي، تلميها بس، هتتلم معاكي ومش هتلزق، تعرف ان العجينه ناجحه معاكي. انا ما التزمتش بالدقيق، انا حطيت الدقيق جنبي لغايه ما لقيتها بقت مسكت معايا، وبقى زي ما انتوا شايفين كده، لمتها ما لزقتش معايا، يا دوبك لمتها بس زي ما انتوا شايفين. معايا بقى المسدس اللي انتوا شايفينه ده، له اشكال حاجات كتير، بس دي الاشكال اللي كانت متوفره عندي دلوقتي. انا في الاول والاخر بفضل الموس اللي هو ده. التكتين بتطلعها عريضه شويه، التكه الواحده بتخليها رفيعه. ما عندكيش المسدس مفيش مشكله، تعالي افرديها. افردي العجينه وعندك قطاعات، لو ما عندكيش القطاعات يبقى غطا برطمان، كوبايه، اي حاجه هتمشي معاكي، اي شكل انت عايزاه. المهم الشكل الاولاني ده ما عجبش العيال، شلته وعملت اللي انتوا شايفينه ده. وده بالمسدس زي ما انا قلت لكم، تكه واحده بتعملها رفيعه، تكتين بتخليها إيه كبيره شويه. بصوا بقى، تقولوا عليه السابليه طبلة، طبعا بنفس المقادير، بس بيبقى زي السمنه، وممكن برضو تحط شويه زيت، مش هقولك حاجه. وبتحط كل اتنين على بعض وتدهنوه، ومبتحطش بودر. احنا هنا حطينا ربع معلقه بودر او نص معلقه. ده بسكوت، بقول لكم زبدة، زبدة. طبعا انتوا ممكن تعملي بالزبدة، بس بقول لكم يتعمل بالسمنة وبالزيت، وكل حاجة بتمشي، مفيش حاجة بتوقف ومفيش حاجة بتوقف. بقول لكم دي صغيرة، عايزة تبقى المقاسات كلها زي بعض اعمليها. طبعا الفرن وانا بشتغل وانا بعجن كان شغال. الاشكال بتاعته طلعت زي ما انتوا شايفين، ما بتاخدش وقت في الفرن، لان ايه، السمك بتاعها مش تخين. والبسكوتات الصغننة بتاعتي طلعت زي ما انتوا شايفينها بسيطة. وانا على فكرة عملت السابليه والبتوفر قبل كده على القناة بقلب بالمسدس، بالمسدس بتاع البتوفور. عملت بيه البسكوت اللي انت شايفاه. ما عندكيش قمع، ما عندكيش المكنة بتاعة البسكوت، هتتصرفي، هتفردي وتعملي بالقطاعات. طلع جميل معايا وزي الفل، وده كمية حلوة. عايزة بقى تحطي بقى شوكولاتة وتحطي كل اتنين على بعض وتلزقهم بالشوكولاتة او بالمربى، ماشي الحال، وهتبقى زي الفل، والطبق شكله جميل وحلو، وتفرح ولادك. كل اتنين على بعض، طبعا انا عملته معاكم قبل كده على القناة، كل اتنين في بعض، وفي الشوكولاتة، وفي جوز الهند، وتزيني بالطريقة اللي انتي عايزاها، وبقى على قد امكانياتك. انا اكتفيت بكده وكنت فرحانة بكده، والولاد كانوا فرحانين بيه، وده كمية حلوة قوي. شايفين انتي بتفركيها. انا طبعا ما بحبش ان انا اهدر الحاجة بصراحة، بس دي كانت اتكسرت مني فحبيت اوريها لكم. شايفين، جميلة جميلة جميلة.
أتمنى الفيديو ينال رضاكم، حاجة بسيطة وسهلة ومن غير أي تعقيدات. أستودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم.